السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان، إزيكم وعاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا. في نفس المكان وفي نفس القعدة، وما قمتش تقريبا، هو نفس القعدة ونفس المكان. لسه مصور من شوية، ممكن يكون عقبال ما يتحمل يكون ده لسه بيتحمل فيديو بتيشيرت بتاع الزمالك. هتبقوا تتفرجوا عليه، مهم جدا. اتمنى اللي يشوفه ويعجبه يا ريت يشيره ويعمل لايك. طيب، احنا دلوقتي عاملين فيديو تاني، وده مش من عادة عم حسن يعمل فيديوهين مش في يوم واحد دول ورا بعض لاحمين في بعض. وبس انا قلعت توب ولبست وما لبستش، والله ده كان لابس تحتيه. طيب، انا هتكلم على ايه دلوقتي؟ عم حسن ايه بيعمل فيديو هتكلم عليه؟ هتكلم على القرار اللي خده اتحاد الكوره بالنسبه للهبوط، وبعدم هبوط اي فريق من الدوري هذا الموسم الى الدوري الفئه الاقل او الفئه الادنى. ليه؟ ده من اجل عيون الننوس، من اجل عيون الننوس نادي الاسماعيلي. حد يقول لك عشان المحله، عشان مش عارف مين، عشان لا لا لا، عشان الاسماعيلي. عشان الاسماعيلي ما ينفعش ينزل. الاسماعيلي ده فرقه، يا تاريخ الفرقه الاسماعيلي ده كان برازيل العرب. الاسماعيلي ده مش عارف ايه وبتاع وبتاع. واول واحد رفض قرار ان الاسماعيلي ينزل كان مندوب النادي الاهلي، ومسؤولي النادي الاهلي قالوا لا، وما ينفعش الاسماعيلي يهبط، وما ينفعش دوري مصري بدون نادي الاسماعيلي. وده مش على لسان الاهلاويه، والاهلاويه ما اتكلموش ولا طلعوا قالوا اي هذه التصريحات. التصريحات دي طالعه من اتحاد الكوره ومن رابطه الانديه، هم اللي قالوا ان الاهلي رفض. واول المنددين بان الاسماعيلي ما ينفعش يهبط كان النادي الاهلي. واحنا كلنا عارفين من غير ما حد يعني يواري او يضحك على غيره او ان كلمه الاهلي مسموعه على الدنيا كلها وعلى التخين، مش بالبلطجه ولا بقله الادب، لا، بمركزنا القوي، بقيمتنا، بهيبتنا. يعني الاهلي لو مش عايز الاسماعيلي يهبط، وبقيه انديه الدوري كلها عايزه الاسماعيلي يفضل في الدوري، الاسماعيلي هيهبط ادام الاهلي مش عايز. ومش هقول لكم بقى يعني الدنيا دي ابسط ما يمكن، ده حته ورقه بتعريفه ملهاش اي قيمه. تروح الفيفا يقول لك لا يهبط وينزل، هو مش احسن من اي حد، مش احسن من برشلونه ولا مانشستر ولا الاهلي ولا بتاع الاهلي السعودي، ولا ما جابش درجات تخطيف الدوري ينزل. لكن لان الاهلي ما بيهابش اي فرقه وعامل حساب الجميل. طبعا كده الناس تقول لك ايه، جميل اخيرا اعترفت ان الاسماعيلي لفضله جميل على الاهلي. لا، مش كده، مش المعنى ده ابدا، لا لا لا. عامل حساب ان الاسماعيلي في فتره من الفترات كان في لعيبه مقومه الاسماعيلي ده وعامله له اسم وسعر وتاريخ، وبعد كده جت الاهلي فاحتراما لهؤلاء اللعيبه فقط ولقدامى لاعبي الاسماعيلي امثال علي ابو جريشه وامثال ميمي عبد الرازق، الله يديهم الصحه، يعني الناس القديمه دي، قال لك لا، ما ينفعش دوري من غير الاسماعيلي. ولكن هنا بقى هنلاقي حاجه تضحك. ايه هي؟ ما ينفعش الموضوع يمر كده. الاهلي ما قالش انا قلت ولا عملت، القيادات في اتحاد الكره هي اللي قالت الاهلي قال وعمل وسوى وبتاع. بس تمر كده؟ لا، يطلع دود الارض تحديدا عشان يخرب الموضوع. اللي هو ايه؟ اولا دود الارض ده ايه؟ دود هو دود الارض لان هم كتير، على راسهم احمد الطيب وجماهير الاسماعيلي. ايه جماهير الاسماعيلي يا عم حسن؟ انت فين والله؟ وجماهير الاسماعيلي ازاي بقى؟ هقول لك. احمد الغير طيب تماما يقول لك ايه؟ احنا نشكر كابتن محمود الخطيب على اللفتة الإنسانية الكبيرة اللي هو عملها
وانه وقف ضد هبوط نادي الاسماعيلي للدوري المظاليم واصر على تواجده. وبهذه المناسبة بنطلب منه بالمرة يعني انه يوافق على ان الاهلي يلعب ماتشته مع الاسماعيلي في الاسماعيلية اسوة بناء الاندية عشان نديله فرصته، وده يبقى كرم اخلاق من كابتن محمود الخطيب. طبعا هو يدس السم في العسل بمنتهى الخبث. اولا محمود الخطيب ولو كل التقدير والاحترام والحب منا ملوش يد من قريب ولا من بعيد ان الاهلي يلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه او ما يلعبهاش عشان تطلب من الخطيب انه هو يعمل كده. ده الامن، ده اجراءات حكومه دوله، انت روح اطلب، هو ملوش دعوه. هو الاهلي السنه دي ما لعبش الاسماعيلي في الاسماعيليه فعشان كده الاسماعيلي نزل؟ لا. طب والسنه اللي فاتت برضه نزل؟ هو فرقه اللي موجوده دلوقتي. احنا لما بنتكلم على الاسماعيلي بنتكلم على الاسماعيلي مش الاسماعيلي، لا الاسماعيلي. اما الاسماعيلي دلوقتي فرقه فاشله، اداره فاشله، بيسرقوا بعض وبيشتموا في بعض وبيتهموا بعض، اللعيبه مش عيالها كبير يزعق لها ولا يقول لها عيب، فطبيعي هتاخد فرقه مهترئه تنزل وهي مستريحه. خد بالك ان لعيبه الاسماعيلي لا يستحقوا التواجد في الدوري السنه دي، وعليه لا يستحقوا ان هم يتواجدوا في الدوري الموسم القادم. فيطلع تعبان ازرق زي ده يقول لك كده، اما يطلع جمهور الاسماعيلي نفسه، جمهور الاسماعيلي اللي الاهلي سيدك وسيد سيدك وليه فضل عليك وعلى اللي مخلفك، لان اللي مخلفك اسماعيلاوي برضه ماشي، ان الاسماعيلي يفضل في الدوري وانت عارف كده كويس، وبرضه بتحارب الاهلي تقول اوعوا تنسوا فضلنا عليكم، انتم اصلا من غيرنا كان وكان وكان. انت ولا حاجه، انت كائن ضحل، انت فرقه ملهاش اي لازمه ولا اي عزه، بس دي سياسه دوله. وده اكبر دليل لكل البني ادمين اللي بتفهم واللي ما بتفهمش، لكل الناس اللي بتقول لك الاهلي نادي الدوله. طب فين؟ هو الاهلي عمره الدنيا كلها وقفت له وقالت لا الاهلي ما هبطش؟ استحاله. اهو الاسماعيلي الدنيا كلها وقفت له. بالاضافه الى ايه ده ايها البغال الصفراء، يا ايها البغال الصفراء، التصويت على في ان يفضل الاسماعيلي في الدوري الممتاز وعدم هبوط الهابطين هذا العام لدوري القسم الاقل من كل الانديه عدا ناديين، الزمالك وبيراميدز، او بيراميدز وخدامينه لانهم ما كانوش موجودين، ولو كانوا موجودين الله اعلم ما اقدرش افتي كانوا وافقوا او رفضوا، لكن هم كواقع رسمي هم ما لهمش اي تاثير، ولا وافقوا ولا رفضوا. لكن الاهلي تحمل لوحده عبء انه يحافظ على الاسماعيلي لتاريخه بس، اما لجمهوره الحالي لا، لشعبه الحالي لا، لادارته الحاليه لا. الاهلي صاحب قيم ومبادئ مش اكتر من كده. القيم والمبادئ بتقول ان الاسماعيلي ثالث فرقه في مصر من حيث الموهبه والتاريخ والحرفنه والبطوله، واول فرقه في مصر كلها وفي الدول العربيه تاخد بطوله افريقيا اللي الخدامين ما خدوهاش من سنه 2003، يعني من 22 ولا 23 سنه اول فرقه تاخد البطوله. الدراويش لما كانوا دراويش ايام علي اغا بقى الله يرحمه، كان في ناس بقى، كان في فطاحل، محسن عبد المسيح وحازم محمد حازم، ويعني بسم الله ما شاء الله، يعني الواحد لو يفتكر مين ولا مين. ومع ذلك الاهلي قال لا. فاحترموا نفسكم وما تحزوش نفس حزو الخدامين. الخدامين ما ادوكوش صوتهم. بيراميدز
ما ادكوش صوتهم. الاهلي هو اللي رفع الرايه وقال الاسماعيلي يقعد، وانتم بمزاجكم او غصب عنكم عارفين ومتاكدين، مش انا اللي هقول، ان الاهلي لو قال اسماعيلي مش عايزينه في الدوري السنه دي هينزل من غير ما يفتح بقه. سلام عليكم.